السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم بوصفة جديدة من وصفات مطبخ أم يارا، وطبعا حاجة جديدة أو وصفة جديدة من وصفات رمضان الجميلة. النهاردة إن شاء الله هنعمل عصير الخروب بطريقة جميلة جدا وسهلة، ويحافظ على لونه وكمان المذاق بتاعه. والخروب يا جماعة من العصائر الجميلة جدا المشهورة بيها في رمضان. بنعمله عصير وكمان بنخزنه في التلاجة أو في الفريزر أكبر وقت ممكن، وان شاء الله يعجبكم. بس اهم حاجة تشوفوا الوصفة للاخر. في البداية احنا هنجيب نص كيلو خروب زي ما انت شايفة كده، احنا جايبينه من عند العطار. بنجيبه وبنغسله وبنخليه شوية ونصفيه من المية بتاعته، وبيبقى بالشكل اللي انت شايفاه قدامك ديه. معانا طبعا نص كيلو خروب، ومعانا كوبايتين من السكر الابيض، بلاش السكر العادي، يعني يا ريت يكون سكر ابيض، ومعاها ربع كوبايه ميه. هنحط في بوله كده على البوتاجاز، هنحط كوبايتين السكر وعليهم ربع كوبايه الميه. وطبعا مش هنقلبها خالص كده، هنقلبها بطريقه بسيطه كده زي ما انت شايفه قدامك. هنقلبها بالطريقة دي، مش هنحط اي حاجة غير السكر والمية. بعد ما بتتكرمل كويس خالص بنحط لها حوالي لتر مية مغلية على النار، وبعد كده بنحط الخروب عليها وبنقلب كويس خالص، وبعدين بنسيبه يغلي بالطريقة اللي انت شايفاها دي. هنسيبه يغلي كده يعني مدة طويلة، من حوالي 30 دقيقة ل45 دقيقة، يعني من نص ساعة ساعة الا ربع. وهنغطي عليه وهنوطي النار وهنسيبه من 30 دقيقة ل45 دقيقة. ده طبعا بعد ما انا سبته الفترة اللي انا قلت لكم عليها. وهنشوف لونه عامل ازاي، لونه جميل جدا. كمان السكر المتكرمل فيه مخليه بطعم جميل جدا، يعني محافظ على طعمه وكمان لونه الجميل. احنا مش هنسيبه على كده، لا، احنا هنحط له كمان لتر من المية العادية. طبعا بعد ما غلى بقى كويس جدا باللون اللي انتوا شايفينه ديه. هنحط له لتر من المية العادية، مش المية المغلية، العادي خالص، مية فترة. يعني احنا كده حطينا لترين من المية عليها. بعدين صفيت الخروب كويس خالص، انا صفيته بالشكل اللي انت شايفاه ديه. وبعد كده جبت اكياس خزين وعبيت فيه الخروب بالطريقه اللي انت شايفاه ده. طبعا انا سبته شويه يبرد، بس ما هو ما بردش على الاخر، بس برد كويس يعني. عشان اعرف ادخله في الكياس زي ما انتوا شايفين. انا عبيت الكياس اللي هي الكيلو الخزين، وعشان خاطر اخزنها في الفريزر يقعد معايا فترة كويسة حوالي اسبوع كده، لان هو يعني يعتبر مركز. انتي مفروض ان انتي كمان تزودي له كمان مية لما تيجي تحطيه في الكوبايات. كوبايات العصير تحطي له كمان مية ساقعة او مكعبات تلج، ويطلع جميل جدا. اما بقى بالنسبة بعد ما صفيناه، احنا بنحط له مية تاني ونغليه على النار تاني، مش هيحصل اي حاجة لو عايزة تغليه. لكن لو عايزة مثلا تسيبيه تصفيه وتخليه مثلا العيال ياكلوه، او انتي تاكليه، برضو طعمه جميل جدا. من حاجات برضو المسلية زي اللب والفول كده، وجميل جدا. اهم حاجة متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وكمان تفعلوا لي جرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد، لان تفاعلات القناة بتاعتي قليلة جدا. وانا اتمنى ان انتوا تدعموني وتدعموا القناة بتاعتي عشان تكبر بيكم وليكم ان شاء الله. اتمنى الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.